ازيكم؟ كل سنة وانتم طيبين يا حبايبي. رمضان كريم عليكم جميعا يا رب. طبعا هتقولي ايه السردين المخلل انت جايه لنا بيه على دخلة رمضان ده؟ وحد بياكل سردين مخلل في رمضان؟ هقول لكم لا، مش في رمضان، هتاكلوه بعد رمضان. احنا طبعا كمصريين اغلبنا لما بنكون طالعين من رمضان بيبقى وحشنا بقى الاكل اللي ما بناكلوش في رمضان، اللي هو السردين المخلل، الفسيخ، الرنجة. طب هتقولي طب يعني احنا هنعمله ليه دلوقتي؟ عشان السردين هيمشي يا جماعة خلاص، يعني ممكن ما تلاقوهوش تاني في رمضان عشان تخليه بعد رمضان. والبيتي طبعا يعني ما يقارنش بتاع بره. البيتي تحفة بجد، حاجة كده نظيفة وجميلة ولا زفارة، والطعم بقى بيبقى دلع وجميل كده. طيب هنعمله من دلوقتي ازاي لحد شهر كامل؟ ما انا هقول لكم الطريقه كلها كامله، هقول لكم ازاي تخللوه وتحافظوا عليه لحد بعد رمضان، يفضل جميل ومش ما يملحش منكم بقى ولا يبقى حادق كده، لا يبقى مظبوط جدا. اول حاجه زي ما انتم شفتوا كده انا غسلته ونضفته، افتحوه بقى سيبوه مقفول زي ما انتم عايزين، انا فتحته ونضفته كويس جدا ونشفته. وبعد كده بقى ايه، حطيت ملح، وحطيت كمان شطه وزيت. وبعد كده بقى ايه، قلبتهم كويس، يعني معلقتين زيت يا دوب ومعلقتين ملح كده، ملح ده خشن شويه. لو ما فيش حطوا بقى عادي ملح ناعم، ما بتفرقش والله قوي. وبعد كده بقى ايه، بروح جايه ايه حطاه كده في برطمان. والاول احط شنطه. ليه بقى انا حطيت شنطه؟ عشان ابقى ضامنه ما يدخلوش هوا نهائي. يعني انت فكره السردين عندك عشان ما يبص ان ما يدخلش ليه هوا، ما دخلش ليه هوا، حطيتي نسبه الملح المظبوطه، ولا تخافي بعد كده مش هتشتري اصلا سردين مخلل من بره ابدا، دايما هتخليه في البيت. وتقفلي كويس بعد ما تحطي على الوش. احنا حطينا بعد ما حطيته الاول، حطيت شويه ملح من تحت في الشنطه، وبعد كده رصيت السردين بتاعي اللي انا الاول حطيت عليه ملح وشطه وزيت بره، وبعد كده بقى ايه رصيتهم كده بالطول، ومن فوق تاني حطيت معلقه ملح وحطيت تاني معلقتين زيت كده على الوش، زي ما ماده حافظه كده. وبعد كده بقى كيس جوه كيس، كل ده يعني ايه، كل ما تحطي اكياس ضمان اكتر ما يدخلوش هوا. حطي بقى كيس على قد ما تقدري زي ما انت شايفه، وكل ما تحطي كيس فضي منه الهوا كده، واللي بعده وهكذا زي ما انت شفتوا. اهم حاجه بعد كده تحطيه في مكان بقى ايه، مكان ما بيجيش ناحيته، ما بتفتحوش كده، ضرفه في المطبخ كده حاطه فيها حاجات مش بتستخدميها كتير فمش بتفتحها كتير. ويفضل يعني ايه بعيد عن الضوء، يبقى احسن حاجه ليه تبقى في مكان كده ضلمه كده وهادي بعيد عن الضوء. هياخد معاكي اسبوع بالظبط. بعد الاسبوع تعملي ايه بقى؟ انا فتحت عليه، انا عاملاه يعني انا عملته وصورته بعد ما خلاص اتعمل، وافتحه معاكم بقى واوريكم كده بعد ما خلاص ايه اتخلل معايا، واوريكم بقى واحنا بنفتحه بعد ما اتخلل، بعد ما عدى اسبوع بالظبط. بعد اسبوع هتفتحيه وهتجيبي ايه بقى. انا طبعا انا هوريكم دلوقتي الطريقه اللي انا بحفظه بيها، اللي انا بناكله بيها على طول، ونفس الطريقه دي اللي بتحفظيه بيها برضو. يعني انت بتيجي بعد كده بتنضفيه. لو انت مش منضفاه، ولو منضفاه زي ما انا عامله كده، انا شلت بس الشوكه، عايزه تسيبي الشوكه بتاعته فيه عادي مش هتفرق. اهم حاجه ان انت هتطلعيه من الميه بتاعته دي خلاص. وبعد كده بقى هتروحي جايه كده شايله الراس، يعني اللي هو كانك هتاكليه على طول، هتجهزيه على الاكل، تحطي عليه زيت، تحطي عليه ليمون، تحطي عليه كل الحاجات اللي انت بتحطيها. بس لو هتحطي بصل او الكلام ده ما تحطيش بصل اخضر ولا الكلام ده. لو وقت التجهيز بس انا بحب احط بصل على الوش كده، يبقى طعمه حلو معايا. انت هتروحي جايه عامله ايه بقى، حاطه علبه كده، علبه بتاعه التلاجة، وتحطي فيها السردين بتاعك، تحطي عليه بقى لو بتحبي الشطه حطي شطه، وحطي عصير ليمونه كده، وحطي زيت، واقفلي علبه التلاجة دي كويس، وهتسيبيها بقى ايه في رف كده تحت الفريزر على طول. هتسيبيها تقعد معاكي شهر كامل، ما تخافيش مش هيبوظ السردين، هيفضل معاكي لحد بعد رمضان وتاكليه بقى في العيد، بيبقى تحفه كمان. ده فكره ان هو يقعد في الزيت والشطه، لو انت بتحبي الشطه يعني، الزيت والليمون والشطه كده الفتره دي كلها هيبقى حلو جدا. لان انا بصراحه السردين بالذات انا يعني بحبه جدا، البيتي بيبقى حلو قوي يعني. وحتى ما احب اكله لو حد عامله، برضو يبقى حد بيعمله في البيت بالطريقه دي اللي هو يبقى دلع وحلو. لكن في المحلات مثلا بيبقى غرقان شطه كده وكركم واللي هو عارفينه، فبيبقى طعمه مختلف، بيبقى حادق، ما بيبقاش دلع، يعني صعب تلاقيه دلع عند المحلات بتاعه الملوحه والسردين والرنجه والحاجات دي. انا بقى فتحت على النص كيلو ده، وعملت نص تاني ده، قلت بقى اشيله عشان ايه بعد رمضان والسردين لما يمشي يبقى لسه عندي سردين، عشان بحب السردين جدا.
كده بقى إيه، كنا يعني عملت طبق منه جنب الرنجة، وطبق بطاطس محمرة، وبعدين بقى إيه حطيت واحدة كمان، هو كبير ما شاء الله زي ما أنتم شايفين كده. بس برضه بقى إيه، لأ يعني السردين حتى لمّا تحطيه جنب رنجة تلاقيه هو اللي بيتاكل أكتر كمان من الرنجة، لإنه تحفة بجد يا جماعة. وما بيبقاش حادي، والسردينة دي بالذات شُفتوا المنظر كده، السردينة دي أحلى سردينة في التخليل، أنا جربت كذا نوع على فكرة. كنت دايمًا متعودة باعمل نوع معين، بس السنة دي إيه، انفتحت بقى على الأنواع التانية، الأشكال التانية من السردين، لقيت سردين منه كذا نوع، النوع ده حلو أوي، العريض المبطط شوية ده. بس بقى ما تنسوش اللايك.